خليني اقول لك على حاجه يمكن اول مره تسمعها. اغلب الناس مش مريضه، اغلب الناس مش فاهمه جسمها كويس. انت بتتوجع، بتتعب، بتدوخ، بتصحى مكسر وتقول عادي، ده ضغط، سن، شغل. بس الحقيقه ان جسمك مش بيهزر، انت اللي مش سامعه كويس. احنا اتعلمنا حاجه غلط جدا، ان الوجع حاجه طبيعيه، صداع بتاخد مسكن، مغص بتستحمل، تعب بتشرب قهوه، برد بتاخد مضاد حيوي على طول. بقينا بنسكن الجسم مش بنفهمه، مع ان الجسم اذكى مما تتخيل. بيتكلم طول الوقت بس بلغة احنا مش متعلمينها. خلينا ابسطها لك، اي عرض بيساوي رسالة، مش مشكلة في حد ذاتها. الصداع رسالة، التعب رسالة، الدوخة رسالة. الجسم بيقول لك في نوم غلط، في اكل غلط، في توتر، في نقص، في تحميل زيادة. لكن احنا بنعمل ايه؟ نقفل الرسالة ونكمل على الغلط ده. خلينا ادي لك امثلة من اللي بنشوفها كل يوم. واحد تعبان طول الوقت يقول لك بسبب الضغط، يطلع عنده انيميا او نقص فيتامينز، عاش سنين فاكر ان ده الطبيعي. او واحدة صداعها مزمن بتاخد مسكنات كل يوم، والسبب بتلاقي نوم غلط وتوتر، المعدة تعبت والصداع فضل مكمل معاها. أو واحد بياخد مضاد حيوي مع أي دور برد، بتلاقي المناعة تضعف، بقى يمرض أكتر. المشكلة مش في المرض، المشكلة في التجاهل. ربنا قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يعني الأصل صحة وتوازن، مش تعب دائم ولا وجع مستمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يعني احنا بنضيع الصحة واحنا فاكرين انها تفضل كده. الجسم أمانة، مش آلة بتشتغل لحد ما تبوظ. خلينا أديلك 5 قواعد بسيطة. ما تتعودش على أي عرض، أي حاجة متكررة محتاجة فهم. ما تعالجش نفسك، التشخيص قبل الدواء. وراجع نومك، النوم مش رفاهية، الأكل مش شبع وبس، كل أكل يفيدك. اسمع جسمك، هو صادق دايما. لو وصلت لهنا أنت شخص مهتم بنفسه. الفيديو ده مش تخويف، ده وعي. لو حاسس إن الكلام ده مهم اعمل شير، يمكن تنقذ حد من تعب كان فاكره طبيعي. وافتكر دايما جسمك بيتكلم، أنت بس محتاج تسمعه. السلام عليكم.